أهلا بيكم في نباش تاريخ. يوم 31 أكتوبر سنة 1873 نشرت صحيفة البشير اللبنانية خبر بيقول إن لما الأخبار الخاصة بإن الخديوي إسماعيل هيمد سكة حديد من الصعيد للسودان، فالأهالي طاروا من الفرحة ودعوا بطول عمر الخديوي إسماعيل. وده لأن إنشاء السكة الحديد هيخلي فيه عمران في المناطق دي، وكمان هيمدن أهلها، وهيخلي فيه سرعة في المواصلات مع مصر. وبيتوقع إن إنجاز السكة الحديد دي إن هو يتم في أسرع وقت، ده بسبب ان تجارة الخرطوم متأخرة بسبب حاجات كتيرة. اولها بعد المسافة بينها وبين مصر حوالي 40 يوم، وتاني سبب ان التجار ليهم فلوس عند الناس لسه ما تمش استحقاقها. وعلشان كده بيقول الخبر توجهت همة أولي الأمر علشان تحل المشكلة دي. بعد كده بيتكلم الخبر عن ميزانية الحكومة الخديوية عن سنة 1290 هجرية اللي هي موافقة 1873 ميلادية. فبيقول ان جملة الإيراد بلغ حوالي 1,900,000 كيس، يعني حوالي 9.9 مليون ليرة مصرية، ودول حوالي 257 مليون فرنك. ده لأن الليرة المصرية بتساوي 26 فرنك، وهنا في الأغلب الفرنك المقصود هو الفرنك الفرنساوي. أما إجمالي المصروفات فبلغت حوالي 1,700,000 كيس، يعني حوالي 8.8 مليون ليرة مصرية، ودول يعملوا حوالي 229 مليون فرنك. فبالتالي في زيادة في الإيراد على المصروف بحوالي 219 ألف كيس، يعني حوالي مليون ليرة مصرية أو 28 مليون فرنك. وبعد كده بيخش الخبر في تفاصيل الإيراد، فبيقول إن موارد الإيراد من ال 14 مديرية في مصر بلغ حوالي 1,200,000 كيس، وإيراد الجمارك وتوابعها حوالي 123,000 كيس. أما إيراد السكة الحديد كان حوالي 175,000 كيس. وبالنسبة للمصروفات كانت كالتالي: ديوان الأشغال العمومية كلف حوالي 14,000 كيس، وديوان الحربية كلف حوالي 121,000 كيس، وديوان البحرية حوالي 17,000 كيس، ومرتب الحضرة الشريفية حوالي 15,000 كيس. أنا حاولت أحسب بنود المصروفات علشان أقارنه باللي اتقال في مجمل المصروفات، بس فعلا الرقم يتوه. في الآخر لو عجبك المجهود دوس لايك وشير وقول لي رأيك تحت في كومنت.